بصوا يا جماعة البوست معانا دوت عشان خاطر نظام الطيبات للدكتور ضياء العوضي. ففي البوست دوت بيقول لك ايه: لما يبقى عمرو دياب عنده 65 سنة وجسمه ولياقته تدي عمر أقل، وضياء 46 سنة وشكله وجسمه ولياقته تدي سن أكتر، يبقى احنا محتاجين نعرف نظام اللي ماشي عليه عمرو دياب. وانا قررت اسميه نظام الديابيات. يا نهار ابيض على الشعب المصري يا جدعان، نظام الديابيات. حد يقول لنا عمرو دياب بياكل ايه ونمشي عليه. طيب تعالوا يا جماعة نخش بقى التعليقات ونشوف الناس بتقول ايه، وانتوا كمان علقوا لنا عشان نعرف انتوا كمان بتقولوا ايه. ما انتوا من الناس وانتوا اهلنا. واشتركوا في القناة يا جماعة، عاوزين نوصل 1000 مشترك عشان خاطر نفعل القناة. يلا بينا نشوف الناس بتقول ايه في التعليقات. واحد بيقول لك ايه: فلوس. ماشي على نظام الفلوس. ايه يا جماعة الفلوس يعني هقول لكم ايه بس. طيب نشوف واحد تاني. هتلاقي بيقول لك: رحمة الله عليك يا دكتور ضياء. واحد تاني بيقول لك ايه: بياكل فلوس الناس ويغني عليهم. بيقول لك بياكل فلوس الناس ويغني عليهم. يا جماعة طب انتوا قولوا لنا ايه رأيكم في التعليقات يا جماعة. واحد تاني بيقول لك ايه: لا الدكتور ضياء كان عليه ضغط جامد جدا، والضغوط ربنا ما يكتبهاش على حد يا رب. اما عمرو وبتاعمكم اما عمرو بتاعمكم ده مغني يعني دنيته حلوة، وزي ما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا جنة الدنيا. قال: أنا جنة الدنيا للعاصي وسجن الدنيا للصالح، وأنا ما بفتريش على حد. يعني مش قصدي إن عمرو ده عاصي ولا الدكتور ضياء صالح، بس الظاهر من ده وده. نسأل الله حسن الخاتمة. لو حد يا جماعة فهم التعليق دوت يقول لنا كده في التعليقات، يقول لنا فهم ايه. حتى بيقول لك ايه: احلى نظام الواحد يمشي عليه هو نظام المهلكات. يعني كل اي حاجة تعجبك، اي حاجة دوس فيها يا برنس، ما تقلقش من اي حاجة. انتوا ايه رأيكم يا جماعة في التعليق ده؟ واحد تاني بيقول لك ايه: ماشي على نظام التجميلات. يعني مقضيها ايه، عمليات تجميل والكلام دوت. واحد تاني بيقول لك: عمليات تجميل يا باشا، عمليات تجميل يا كبير يا باشا. حتى بيقول لك ايه: كله سيموت، امشي على نظام يرضي الله تكسب. ده جاب لك من الاخر، قال لك كله سيموت، امشي على نظام ترضي يرضي الله تكسب. حتى بيقول لك ايه: قول انا رايح فين، انا راجع تاني 5 مرات قبل كل وجبة، بس اوعى تسمع باقي الالبوم هتصير طفل. انا رايح فين، انا راجع تاني، تقولها بقى قبل كل وجبة. هتقولك يا عمرو على قلبه ملايين مش شايل هم، بس وعز وكده ده طبيعي. واحد تاني يقول لك ايه: الفلوس والعز والراحة ومش شايل هم حاجة. واحد تاني يقول لك ايه: بياكل اغاني ومهرجانات. واحد تاني يقول لك ايه: ممكن نظام التعريض. لا يا جماعة. طب انتوا قولوا لنا ايه رأيكم في التعليقات يا جماعة. اكتبوا لنا كده وتفاعلوا معانا وتفاعلوا مع الفيديو، وقولوا لنا ايه رأيكم، واشتركوا في القناة يا جماعة. عاوزين نوصل 1000 مشترك يا جماعة عشان خاطر نفعل القناة. ربنا يبارك فيكم يا رب. حتى يقول لك ايه: نظام الراحات هو ده النظام. ماشي يا جماعة، بس لغاية كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.